السلام عليكم سيداتي سادتي، اهلا وسهلا بكم الى هذا النقل المباشر لمباراة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم لهذا الموسم بين فريقي جمعية شلف وفريق شباب الوزداد هنا بملعب المرحوم ميلود هتفي بواران في اجواء رياضية متميزة جدا. سيكون طبعا الى ميلود هتفي. اذا انطلاقة المباراة في هذه الاثناء من جانب فريق شباب الوزداد. ايوالا وصوف بهذه الكرة، تمريرة ذكية، ايوالا يوقف كورتو. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة جزاء، يقول ضربة جزاء. ايوالا في اعتقادي كان ذكيا جدا، دفع وضع رجله امام المدافع، مدافع جمعية شلف، يسدد ويسجل، يتأهب، يتقدم، يسدد ويبقى راسه. كاد يكون هدف التعادل، كاد يكون هدف التعادل. لقطة خطيرة خطيرة خطيرة، لقطة خطيرة ومثيرة ومفاجئة لمدافعي شباب الوزداد. شوف الرأسية المخادعة العارضة الركنية، قائمة أول مرة من أمام الجميع. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ لا شيء هناك، واحتجاجات كبيرة من أنصار أو من لاعبي فريق جمعية شلف. لاعبي جمعية شلف يحتجون على قرار الحكم بعدم منحهم ضربة جزاء واضحة في هذه اللقطة. أليكسيس، قائمة الثانية، رأسية، مويتسو يضيع هذه الكرة، مويتسو يضيع هذه الكرة في موقع متميز جدا. تسديدة لكنها مرت فوق العارضة، تسديدة وما توفيق عدادي من يتولى تنفيذ هذه الكرة. القائمة الثانية والرأسية جانبية، والرأسية جانبية من نساخ شمس الدين. بالعربي يغادر إذن الجهة المقابلة، وابراهيم مرسي ياخذ مكانه. تعادل كروي ثنائي بالوزداد على الجهة اليمنى، ثم العودة إلى الوراء لكدات شعيب. أليكسيس غندوز ينقذ الموقف من أمام كرة كان من الممكن أن تكون أو أن يكون مصيرها مغالي مكان التمرير على الجهة اليسرى. سويبع يمرر إلى البديل منذ قليل، مرسلي، وتدخل الدفاع، بينما تبقى الخطورة قائمة. القائد بوسعيد ماذا يفعل؟ يمرر هدف التعادل، يمرر هدف التعادل لتوفيق عدادي. متابعة متميزة لهذه الكرة، الكرة كانت خطيرة قبل أن تسجل. فريق جمعية شلف وتوفيق عدادي يعيد الأمور إلى بدايتها الأولى من خلال توقيع وتسجيل هدف التعادل. الكرة قلت كانت خطيرة قبل أن تسجل. شوف هذه الكرة، تمريرة، المتابعة جيدة، وتوفيق عدادي بعد ما كانت من بوسعيد. سويبع، توفيق عدادي، كرة طويلة من كروم، كداد، عدادي وقف الكرة وسدد ويتحصل على ركنية. شوف توقيف هذه الكرة، عدادي كان يطالب بلمس الكرة باليد. ايوالا يبحث عن المراوغة، لكن الحكم يتدخل وينهي هذه المباراة. الكرة مرة ثانية، تبادل الكرة بينه وبين مرسلي، مراوغة، نفذ هذه الكرة، تماس داخل منطقة العمليات، توزيعة مرت من أمام الجميع، والمرة الثانية والهدف الثاني، عن طريق مرسلي وجها لوجه يسجل الثاني لجمعية شلف. مرسلي يتلقى كرة بالبورستيك
يحسب ويسجل الهدف الثاني لصالح فريق جمعية شلف، ويعيد الأمور لصالح فريق جمعية شلف. البديل مرسلي يوقع الثاني لجمعية شلف على مرتين. قندوز أليكسيس حاول في المرة الأولى لكن استسلم في المرة الثانية. إبراهيم مرسلي يوقع الثاني. شوف التوزيع، محاولة من بوردين، شوف التدخل من حمر على ما اعتقد. كورته كادت ان تخادع. خاطئة هذه التمريرة، تمريرة لكرة مرسلي، ضيع هذه الكرة الثمينة وجه للوجه مع الحارس قندوز. هذه الكرة وإعادتها إلى وسط الميدان. الاوشيش طويلة هذه الكرة أمامية، ونهاية المباراة بتتويج فريق جمعية شلف على حساب شباب الوزداد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بعد ما كان فريق شباب الوزداد متقدم في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة بواسطة ركلة جزاء نفذها بنجاح وامبا. عبد القادر عمراني لا يعرف الخسارة في النهائيات. الكاس الخامسة بعد سنوات 98 2005 2015 و2019 الأولى مع نعم. تفضلي يا وسيم. دموع الفرحة يعني نشوفوا ربما مع لاعبين آخرين من جانب جمعية شلف أو حتى من جانب شباب الوزداد إن أمكن. على كل دباري، تفضل دباري، ألف مبروك تتويجكم بكأس الجزائر. كنتم منهزمين، عادلتم، عزيمة كبيرة اليوم شفناها. واش تقدر تقول؟ الحاجة الأولى نشكروا الجمهور هذا اللي جا بكثرة، اللي كان مشجعنا من ديبي سيزون وبريبارينا مليح لا فينال هذه، قرينا لادفيرس مليح الحمد لله. وين وفق ربي اليوم شفت كانت عندنا عزيمة أكثر منهم، وين لعبنا مليح ما تقلقناش من كي ماركاو. وهذه الاحتفالية الكبيرة زناسني، هذه صور الله يبارك. بوسعيد، عبد القادر 30 سنة، ابن المدينة، يتسلم الميدالية وسيتسلم السيد الكاس من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إذا مبروك، ألف مبروك لفريق جمعية شلف بهذا التتويج وهذا الفوز وهذا الإنجاز وهذه الكأس التي يستحقها فريق جمعية شلف. إذا مبروك، ألف مبروك على هذا التتويج، وحظ أوفر لفريق شباب